أي عسلامة عسلامة، إن شاء الله رمضانكم مبروك، مرحبا بكم في وصفة جديدة من وصفاتي إن شاء الله تعجبكم. هي اليوم باش نعملوا مع بعضنا حوت نصلي في الفور. باش نوريكم الطريقة، باش نشاركها معاكم الطريقة من الأول إن شاء الله. تكون مبسطة وسهلة. أول حاجة لهنا باش نعملوها بها إن نظفنا الحوتة متاعنا، وبعد قصيتها بالسكينة، مقصيتش الكل، معناتها جست قصيتها شويه 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 من فوق باش نحط فيها السيترون وباش نفوحها، وحطيتها على جنب. وتوا نحضر في التفاح نتاعي اللي باش نفوح بيه الحوته. كيما تشوفوا لهنا حطيت شويه فلفل زينه وهروس، وفاح، باش نحط معاهم شويه ملح، وبعد باش نزيد عليهم شويه زيت وشويه ثوم، ومن بعد نخلطهم الكل مع بعضهم. وتبعوا الوصفه، تبعوا كيفاش عملت انا لهنا، تفهموها احسن. فوالا كيما تشوفوا هنا عملت شوية فول. فوالا متنسوش الاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس باش يوصلكم ديما جديد. شجعوني بالاشتراك في القناة، كومنتارات، جيم. تحبوا وصفة جديدة مرحبا بكم، نجم نشاركها معكم حتى في اللايف. ان شاء الله تعجبكم القناة، ان شاء الله الى احسن ان شاء الله يا ربي. لهنا حطينا الثوم متاعنا. فوالا لهنا بعد ما نكملوا الفاح هذايا حطينا الزيت ونحركوا مليح، خلوها تتلم زنجريديون كلها مع بعضها. ومن بعد انا زدتهم شويه زيت الحق، خاطر حسيتها شايحه شويه، معناتها ماهيش باش تكون كافيه انها تكمل لي كعبة الحوت الكل. زدتها شويه زيت باش تتحل المكونات وتعطيني اكثر، معناتها تشوفوا كيفاش معناتها في الفيديو. شفتوا هذه النتيجه النهائيه. باش ناخذ الحوطه متاعي بعد ما نظفتها وغسلتها مليح وخليتها تشيح. قسمتها تو تشوفوا هنا في الفيديو كيفاش قسمتها من فوق بالسكينه. ونحاولوا الحوطه، نحاولوا الفاح اللي عملناه هذاك الاولاني نحاولوا نعبوه في الحوطه باش الحوطه تاخذ حقها من الفاح، خاطر الحوت راهو لازمه الكمون، لازمه الفاح مليح مليح باش يجي بنين وماخذ حقه كيما نقولوا نحنا. لهنا حاولوا انكم تدخلوا اللفاح في الحوطه نتاعنا من داخل، من الجناب، نعبوها كلها نقولوا نحنا لفاح. وبالنسبه لي انا خليتها ارتاحت بريسك نصيف ساعه. بعد نصيف ساعه حطيتها في الفور، خليتها تاخذ راحتها، خليتها تشرب اللفاح نتاعها. ما نفختهاش انا برشا برشا في اللفاح، معناتها سي بون هكا باهيه، اخذت حقها ما شاء الله. ولا لهنا حاضره الحوته نتاعنا، وباش نخلوها كيف نشوفوا لهنا باش ندخل في اللفاح. عملوا نفس الطريقه. باش نحاول اني نبسط لكم الفيديو لو ماكس، بطريقه سهله مبسطه. شوفوا لهنا كيفاش عبيتها من داخل اللفاح، ومن بعد باش نخلوها ترتاح. ولا هنا باش ناخذ كعيبه قارص باش نعملها ترونشيت، وباش نحط فوق الحوته، باش نخليه القارص يطيب في الفور مع الحوته. ما نحكي لكمش على البنه، معناتها القارص روعه 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 في الفور كتيب مع الحوت. انصحكم تجربوها، لان حاولت باش نحطهم من الداخل ما حبش تشدلي. حطيتها هكاكا، معناتها خليتها هكاكا باش تطيب في الفور بالطريقه هذيك. من بعد لهنا باش ناخذ لي زانغريديون اللي باش نحطهم مع كعبة الحوت نتاعنا اللي باش تطيب. حطيت لهنا فليفله، انا يعجبني الفلفل هذايا بصراحه، حتى للزينه، باهي الحق. باهي للزينه، باهي كمطعم، باهي كجو، باهي انا نستعملها برشا، يعجبني. حتى في سلطه مشويه نستعملها كثره، معناتها باهي. مثلا كي يبدا عندكم فلفل حار برشا نستعمل الفلفل هذا، يبدا حلو وينقص الحرورة نتاع السلطة المشوية نتاعنا. فوالا هنا حضرت الفلفل، بعد خلينا كعبتين طماطم شوية بشوية تعقلنا. ما تنسوش الاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس باش يوصلكم ديما كل جديد. ان شاء الله تعجبكم يا ربي القناة وتنال اعجابكم. و إذا كان عندكم اقتراح، عندكم اقتراح وصفة ميسالش على رسول العين جربوها مع بعضنا. ما فيها بس تحطوا لي جيم، تحطوا لي كومنتير. لهنا حطيت البصل
خديتها حمرا كبيرة وقسمتها رونديلات. انا كل شيء عملته رونديل معناتها هنا خديت كعبتين بطاطا كما تشوفوا لنا في التصويرة، قصيتهم وعملتهم رونديلات زاد كيف ولا كما تشوفوا لنا في الفيديو متاعنا. وباش نقص البطاطا باش نقصها رونديل كيف ما قصيت الطماطم كيف ما قصيت البصل، باش نعمل نفس الطريقة مع البطاطا. شوفوا هنا في الفيديو متاعنا. اللي ما يحبش البطاطا ينجم يستغنى عليها، اللي يحسها بطاطا ما تصيبش ننصحه يعملها رهيف على الاخر البطاطا باش تطيبله. انا ما عملتهاش معناتها خشينه كعبه، عملتها رهيفه على الاخر باش تضبط لي الحق معناتها تضبط لي حقها. ولا كيما تشوفوا هذه التكستشر تاع البطاطا، هذه الديمونسيون معناتها انا عملتها رهيفه ما عملتهاش خشينه برشا، سينو باش تعملها خشينه ماهيش باش تجيبلك. انا نعطيك معناتها الوصفة الصحيحة. اذا كان باش تحط بطاطا خشينة وباش تحط بطاطا ما تقسمها على 4 وتحطها باش تجيب مع كعبة الحوت راهي ما تطيبش مستحيل. الورا لهنا يا اما البطاطا تطيب وحدها يا اما لهنا تعملها روندلات كيف هكايا رهاف باش تجيبلك. بعد لهنا خديت قرين فلفل اخضر وهو بيدو باش نحطه مع الحوت متاعنا الانجريديون. فوالا لهنا كل شيء حاضر، الوصفة متاعنا لهنا حاضرة، جست باش نحطها في الفور نصيف ساعة على 180 درجة. خلوها تطيب عقلها، خلوها تاخذ راحتها. بعد ما كملت هنا باش نكمل نصب اللفاح متاعي، زدته شوية ماء وخليتها باش تطيب في حقه. فوالا لهنا نودكم ونشهيكم وصفة ما شاء الله كيما تشوفوا لهنا الريسيت متاعنا طابت حاضرة بنة عالمية، ننصحكم تجربوها. ان شاء الله تعجبكم القناة وان شاء الله تعجبكم الوصفة، متنسوش الاشتراك وصحة وبشفاء ليكم. ميرسي.